ايه الجدول ده بقى، وايه الدوري ده، وايه النتائج دي، وايه المباريات دي؟ دوري حلو، حلو جدا، ممتع. والجميل في الفرق اللي هي بعيد عن المعتاد، عن الفرق اللي بتنافس. ففي حاله الدوري مش مستقر، ما تعرفش مين اللي هياخد الدوري، ما تعرفش مين اللي هيكسب المباراه اللي جايه. الدوري من وجهه نظري، احنا قلنا قبل كده مفيش فروقات، اللعيبه كلها من وجهه نظري بقت قريبه في الامكانيات الفنيه، فبالتالي ممكن تتفاجئ بفرقه بتعمل جيم كويس جدا وتاخد منك التلاته بونت. فدي حلاوه الدوري دايما في العالم كله. كنت متوقع السيناريو اللي احنا فيه ده يا كابتن؟ لا، كنتش متوقع. لا. كنت متوقع ان الزمالك يبقى في الحته دي؟ لا. لا. كل المؤشرات وكل الظروف كانت ضد نادي الزمالك. ده الدنيا كلها عارفه الكلام ده. انتوا يا كابتن ما بتاخدوش بطولات غير تحت ضغط دايما، وفي ازمات، وفي ناشئين، وفي وقف قيد، دايما كده. الزمالك من عز الازمه يفوت. للاسف ليه؟ ده حاجه كويسه الحقيقه. لا، لو انا الدنيا مستقره معايا ومتوفره لي وده مش يعاب على حد غير علينا احنا، يعني علينا احنا كمسؤولين، ان احنا ننظم امورنا ونجهز تيم ينافس على قدر مكانته وقدر جماهيره. انما تاخد بطولات في الظروف كلها صعبه دي ممكن تجيلك مره ما تجيلكش الثانيه. بتجهد نفسك وتجهد لعيبتك وتجهد الدنيا كلها. انما الامور مستقره داخل نادي الزمالك، اعتقد الدنيا هتبقى متغيره تماما، وده حق نادي الزمالك انه دائما لازم الامور تبقى مستقره. اعتقد لو الامور مستقره في نادي الزمالك الدنيا هتختلف تماما. فرص كتير النهارده للنادي الاهلي يا كابتن. شفت حضرتك المباراه؟ طبعا. النادي الاهلي بيلعب على بطوله، وعنده سكواد قوي جدا، وعنده جماهير كبيره جدا، وبينافس. فبالتالي لازم يكون عنده فرص، لازم يكون عنده اساليب لعب، لازم يكون عنده حلول، سواء من الاجناب، سواء من العمق، سواء في الضربات الثابته. وعنده حاجه انا قلت لك، هو الجمهور، يعني الجماهير بتدبدب وراه عايزه المكسب. انما عنده حلول كتيره جدا، ممكن ما يعرفش يستغلها بعض الاحيان، ممكن ما عندوش اللي يخلص، انما بتتخلق له فرص، والاخر ده بيلعب على المكسب. انما كل التحيه لزد النهارده، عمل ماتش محترم، وعمل قصاد الزمالك برده ماتش محترم. وانت بتتكلم علي الرطف، كل التحيه والتقدير ليه. وانا بعشق اللاعب اللي بيجي من بعيد، يعني بيلعب في انديه كبيره وبعد كده بياخد تجربه ثانيه، وبعد كده بيقف على حيله. فعلي لطفي حارس كبير، ربنا يوفقه. انت بتساله انت ما قلقتش؟ انا من وجهه نظري هو ما قلقش النهارده اكتر من انه مركز طول 90 دقيقه. فبالتالي مطلع كور كتير مطلعها صعبه، انما هو مركز، يعني هو عارف ان هو عنده ثبات نفسي، بحييه عليه. انما هي الكوره كده، لازم يبقى فيها تركيز، لازم تبقى انت عارف انت عايز من المباراه، الهدف بتاعك ايه. انما هارد لك، يعني هارد لك لاي حد بيطلع خسران بونت او 2 بونت. هي ماتشات كده، وانا قلت لك ما فيش فروق بين اللعيبه وبعضيها. وزي ما انت شايف الاهلي في عز ما هو بيهاجم كان ممكن تيجي في الثانيه، فبالتالي كان الماتش ينتهي تمام في توقيت صعب. زمالك هشام وانت بتهاجم، مهم جدا انك تامن بشكل كويس. صح. الكره النهارده بقت فكر، بقت تطور، بقت مساحات. لازم المدير الفني كمان يتعامل بايجابيه. وانت بتهاجم كان ممكن يجي في الثالث تخلص الدنيا كلها، فلازم تامن بشكل كويس. لازم يبقى في تخصص، انت بتضيع فرص ازاي وتتعود عليها. الزملكاويه بكره بيفكروا في ايه؟ في المكسب. مفيش فرص تانية. لا، مع مكسب. هو خلاص انت خلاص، هي الجماهير حطيتك على التراك وخلاص، وانت دخلت المنافسه. ونادي الزمالك نادي كبير بجماهيره. هل المباراه بكره تاثر في اللقب؟ يعني المباراه مفتاح مثلا؟ ممكن تكون مفتاح. ممكن تكون مفتاح. انت قلت لي لسه وممكن. لا، بتقول لي مفتاح، بقول لك مفتاح. انما ما تاثرش على المنافسه على البطوله، لسه بدري. فانا مباراه كبيره وفي توقيتها صعب، بس معنويات عاليه. يعني اللي يكسب بكره هتديله بوش كبير. والاثنين طالعين، يعني الاثنين ماشيين كويس جدا. فبالتالي الصعوبه بتيجي في كده. ولو انت بتبص على الجدول، طبعا اللي يكسب هيركب الدوري. فالدنيا هتبقى مباراه صعبه، مباراه كبيره بين فريقين كبار، اجهزه فنيه، كل عنده الطموح، عنده الهدف. نادي الزمالك طموحاته عاليه جدا، فبالتالي المباراه هتكون صعبه من المنطلق ده ان شاء الله.